الفيديو ده ممكن ما يعجبك. الفترة الأخيرة بقيت بحس إن أغلب الناس بقوا مرضى نفسيين، أو كل واحد يقول لك أصلا أنا عندي تراست ايشوز، أو أنا راجل أوفر سينكر، أو عندي تروما من الطفولة وبتاع، وأنا عندي اي دي اتش دي. وعلى فكرة السبب مش إن هو عنده أوفر سينكينج أو حاجة، السبب إن هو بقى بيقرأ بوست أكتر، بقى في سكتشات بتتعمل مثلا عن مريض الاي دي اتش دي، فيقول لك إيه ده، أوبا ده أنا. بقيت بحس إن الناس عايزة اتنشن أكتر من الناس اللي حواليها، فكل واحد يقول لك أنا عندي تراست ايشوز، أنا عندي اوفر سينكينج. زي مثلا انت عندك مشكله نفسيه بجد، طيب روح اتعالج، يعني حل المشكله. ما تقعدش بقى ايه تعيش دور الضحيه وتقول اصلا انا حزين وبتاع. تمام. وبالعكس ده بقى يعني هو حزين وبيروح يسمع اغاني بترفلكت الحزن دوت، فتخيل بقى معاه ايه اللي هيحصل لو انت تعمل كده فعلا، ما انت هتعيش في نفس الحزن. تمام. الشيخ الشعراوي كان ليه فيديو حلو قوي بيقول لك ان انت طالما انت بتحب الحزن حياتك كلها تبقى حزن. فاللي انا عايز منك يا معلم خلي نفسك قوي، يعني انت حتى لو عندك مرض نفسي من الامراض دي روح اتعالج. لكن انت ما تقولش ان انت عندك حاجه انت مش يعني انت اصلا ممكن واحد يقول لك انا عندي اي دي اتش دي بتحرك كتير، مع ان انت قاصد انت تعمل كده عشان الناس بس ايه تقول لي ده واو إيه انت اوفر ثينكر، انت عندك اي دي اتش دي. والناس اللي بتتفرج على افلام الجوكر والكلام دوت وبيقعد ايه، عارف انت اللي بيشوف اللي بيجي يتقمص شخصية دور البطل تاني يوم معاك وانت قاعد على القهوة مثلا. الناس فعلا الناس بقت عايزة اتنشن اكتر، بقت الاغاني بتديهم الاتنشن دوت، ويقول لك ايه اصلا انا بسمع الاغنية الحزينة بتمزج كده، اصلها ايه بتشفي صدمات الطفولة. لا انت مش فاكر انت اكلت ايه امبارح، صدمات طفولة ايه يا اسطى؟ لا الاغنية هترفلك يعني. يا عم ماشي هنقول ان انت الاغنيه ماشي تمام، الاغنيه جميله وحلوه وكل حاجه، بعدين ما انت تبقى في عايش نفس الحزن. هل انت جاي الدنيا ديت عشان تعيش في حزن؟ يعني انت كبني ادم انت جاي الدنيا ليه؟ او انت عايش اصلا ليه؟ عشان تبقى عايش دور الضحيه ولك اصلا اهلي عاملوني وبتاع؟ ما تقوم يا عم اعمل حاجه، شد حيلك كده واعمل حاجه، خليك راجل قوي. تمام. وبجد يعني انت لو فضلت عايش في الدور ده وانت خلاص عايش دور الحياه، فانت اكيد عارف ان انت هيبقى الناس تقدر تستغلك انت باغنيه واحده هتوديك وتجيبك. مؤخرا الناس بقت مثلا تروح على ليجاسي او عمرو دياب تقول لك الاغنيه اللي هتموتنا اهي. الناس بجد بقت عايزه تعيش هنا يا جماعه، احنا مش جايين هنا عشان كده والله. فوق لنفسك. تمام. فوق واعمل حاجه، مش تخسر حاجه، عالج نفسك بنفسك. يا عم انت عندك الحاجه زي كده عالج نفسك، بس انت ما تعيش دور الضحيه كتير. تمام. عشان تاخد اتنشن اكتر، لان ده كده هيبقى ضعف منك، وهتيجي بعدين هتلاقي ان انت بقيتش قوي. تمام. والايام الجايه انت لازم تبقى قوي 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 كمان، لان انت يعني ايه، شوف بس دينك بيقول لك ايه وانت مطلوب منك ايه. شوف مين مصلحته ان انت تفضل عايش في الضنك دوت وتعيش دايما حياتك حزينه. فقوم شد نفسك واستعين بالله، وصدقني الدنيا دي هتجيلك كده راقعه لو انت بس ايه حطيت ربنا اول حاجه، وسيبك بقى من شغل الامراض النفسيه والكلام المؤذي دوت كله. كل الكلام دوت غرضه ان هو يلهيك ان انت تفضل عايش في الجو ده. يعني ما انت لو فضلت عايش في الحزن دوت، مين يسطا هيبقى مهندس ومين هيبقى دكتور ومين ومين ومين؟ يعني انت لو سمعت حلقه يا عم انت عندك اي دي اتش دي، لو سمعت حلقه الدحيح عن الاي دي اتش دي هتلاقي ان ابطال عالم كان عندهم اي دي اتش دي. فانت مش عشان مثلا ايه بتفكر وانت رايح تجيب فول وطعميه اجيب بكام وبكام تقول انا اصلا عندي اوفر ثينكينج، انت كده هيبقى عندك القولون. تمام. فاستهدى بالله كده وشوف نفسك وشوف انت جاي الدنيا ليه اصلا. سلام.